خماسية تاريخية، سقوط قوي ومدوي لفريق الاتحاد أمام الاتفاق، خماسية نظيفة فاز بيها الاتفاق عشان يعني يلحق بالاتحاد العديد من الأرقام السلبية قبل ما نسترسل في الأرقام السلبية اللي حققها الاتفاق أو يعني الاتحاد بخسارته من الاتفاق 5-0. هنتكلم عن الاتحاد ليه وصل للحالة دي. طبيعي ما حدش يقدر ينكر الغيابات وتأثيرها، بنتكلم عن بنزيما، بنتكلم على حمد الله، بنتكلم على حتى جوتا مش موجود، بنتكلم على فابينيو، بنتكلم على حجازي، على كتير من اللعيبة المؤثرة في صفوف الاتحاد، أحمد بن مسعود، كتير من اللعيبة اللي كانت تصنع الفارق مع فريق العميد هذا الموسم، أو على الأقل بيبقى ليها دور إيجابي في الشكل الهجومي. كل هذه الغيابات كانت مؤثرة بشكل كبير في فريق الاتحاد، وللأسف مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد لم يستطع تعويض هذه الغيابات بعناصر قادرة. يعني أنا اليوم لم أرى بكل أمانة سوى يعني لاعبين أو ثلاثة يمكن البناء عليهم للمستقبل، لكن دون ذلك الاتحاد يعيش أزمة حقيقية. أزمة الاتحاد هي ليست فقط في غياب اللاعبين الأجانب المؤثرين. رومارينيو ها هو سيرحل عن صفوف الفريق، صح أن الموسم الحالي بالأرقام هو الأقل له مع الإيتي، ولكن في النهاية قدم مواسم أفضل بكثير منذ انضمامه في 2018. ولكن بشكل عام لم أرى سوى يمكن أحمد الغامدي يقدم مستوى جيد، صالح العمري بين الحين والآخر، رومارينيو اليوم يحاول، كانتي كان يحاول الحقيقة بكل أمانة ويجتهد، ولكن يعني ليس هذا كافيا حتى لهذا شباك الفريق الاتفاقي. يعني بكل أمانة فارس الدهناء كان ممكن أن يفوز بنتيجة أكبر حتى من الخماسية. الاتحاد في الشوط الثاني نعم تماسك، نعم كان أفضل نسبيا، ولكن هذا لا يمنع أن هذا السقوط المدوي يجب أن يتحمل مسؤوليته الجميع بداية من الإدارة. ربما اليوم تتحسر كجماهير الاتحاد على رحيل نونو سانتو، ولكن نونو سانتو ربما لم يكن ليخسر بهذه النتيجة إذا كان موجودا. أيضا الحارس مارسيلو جروهي ربما كان يصنع الفارق. المعيوف بكل أمانة لم أكن أرى أنه اختيارا موفقا للاتحاد لينضم إلى صفوف الفريق. هو حارس كبير، حارس من الأسماء الكبرى وذو خبرات، ولكن في النهاية كنت أرى أن خيارات ال الكثير من الأندية في الدوري، يعني الهلال عنده ياسين بونو، النصر لديه أوسبينا يعني ليس بنفس مستوى بونو ولكن جيد، يعني الأهلي لديه مندي. أن تتعاقد مع المعيوف فقط وليس لديك حارس أو لاعب أجنبي، يعني هي خيارات وتفضيلات فيما يخص ملف الأجانب، ولكن نتمنى أن نرى اتحاد أفضل في الموسم القادم، لأن تاريخيا يعني سقوط مدوي من حامل اللقب إلى هذا التراجع